الغاية تبرر الوسيلة. هل فعلا لو أنا عندي هدف نبيل وجميل، هل ممكن أستخدم وسائل أي وسيلة أنا عايزاها عشان أوصل للهدف ده حتى لو كانت غير أخلاقية؟ أنا غادة يسري في برنامج الحياة حلوة. طول عمري كنت بسمع المقولة دي من ناس كانت دايما تقولها عشان تبرر تصرفاتها اللي مش صح او التصرفات الغلط، وكانوا دايما يقعدوا يقولوا انما الاعمال بالنيات. احنا ما كانش قصدنا حاجة وحشة، احنا كانت نيتنا حلوة وسليمة، وكنا مضطرين ان احنا نعمل الاساليب دي عشان نوصل للهدف ده. انا كان عندي تساؤلات كتير جدا بالنسبة للمقولة دي، وعشان كده قررت ان انا ادور واشوف هل فعلا الغاية تبرر الوسيلة ولا لا. هل فعلا لو الانسان عنده هدف كويس من حقه ان هو يستخدم بعض الاساليب اللي فيها خداع ومكر عشان يقدر يوصل للهدف ده؟ الغاية تبرر الوسيلة هو مذهب سياسي اول من كتب عنه كان واحد ايطالي اسمه نيكولا ميكيافيلي، لما كتب كتاب الامير منذ اكتر من 500 سنة واهداه واحد من ملوك اوروبا في القرون الوسطى. رغم ان المبدأ ده موجود منذ آلاف السنين من اول ما ربنا خلق الانسان في قصة قابيل وهابيل، المذهب ده بيتكلم ان الانسان من حقه ان هو يستخدم بعض اساليب المكر والخداع، وممكن كمان يصل الى القسوة في سبيل تحقيق الاستقرار في الحياة او في حكم الدولة. وده طبعا هدف نبيل. ميكيافيلي كان بيقول ان الانسان الصادق الشفاف عمره ما بيحقق النجاح ابدا، لان الناس بتستغل اخلاقه وطيبته دي. في علم النفس الحديث ده وصف الشخصية من شخصيات ثالوث الظلام، وثالوث الظلام بيتكون من 3 شخصيات: الشخصية النرجسية والشخصية السايكوباتية والشخصية الميكيافيلية. الشخصية دي دايما بتركز على رغباتها واهتماماتها، وغالبا بتكون الرغبات والاهتمامات دي ليها علاقة بالأشياء المادية: المال، السلطة، الجنس، الحاجات اللي كلها مادية. ومش مهم بقى بالنسبة لهم هم يوصلوا للهدف ده ازاي، حتى لو هم تعرضوا لظلم بعض الاشخاص، او لان هم يتسلقوا على بعض الناس، او يستفيدوا او يستغلوا بعض الناس عشان يوصلوا للهدف بتاعهم. الشخصيات دي بتستخدم اساليب المكر والخداع، وكمان بيكون عندهم برود عاطفي شديد جدا ناحية الاشخاص. احنا في مصر هنا بنسمي الشخصية دي بالانسان الفهلوي. عارفينه ده؟ اللي هو بقى بيسلك في اي حاجة، علاقاته كتير، بيعرف يتصرف في اي حاجة في اي موضوع، يخدمك اي خدمة. ده اسمه الانسان الفهلوي. طيب احنا ازاي بقى نتعرف على الشخصيات دي ونعرف ان هم شخصيات ميكيافيلية؟ الشخصيات دي دايما بيسخروا من الناس اللي حواليهم، وبيكون ما عندهمش اي ثقة في نفسهم، وممكن يقولوا لكم كل الكلام اللي انتوا عايزين تسمعوه من اطراء وحب ومجاملات علشان يوصلوا ان هم يستغلوكوا، وكمان بيرموا عليكم المسؤوليات الشاقة والمتعبة علشان هم ما يتعبوش فيها، فبيحاولوا ان هم يستغلوكوا باي شكل وباي طريقه علشان يوصلوا لهدفهم من غير ما يتعبوا. كمان بيكون العاطفه عندهم قليله جدا، بيكون عندهم برود عاطفي، وكمان زي ما قلنا بيهتموا بالاشياء الماديه اكتر من الاشياء الروحانيه. الاشخاص دول بيكونوا كمان كدابين جدا جدا وبارعين جدا في الكذب، بيعرفوا يكذبوا كويس قوي. خلوا بالكم بقى ان انتوا لو قابلتوا حد من الاشخاص دول ان انتوا تاخدوا بالكم وتاخدوا حذركم منهم جدا. ما تتكلموش معاهم في الامور الشخصيه بتاعتكم، وما تخلوهمش يستغلوكوا، وحاولوا ان انتوا تحطوا حدود دايما ما بينكم وما بين الناس دي. طيب يا ترى بقى ايه راي الاديان السماويه في مبدا الغايه تبرر الوسيله؟ كل الانبياء بلا استثناء في كل الديانات السماويه كان عندهم انبل واهم هدف في الحياه، وهو عباده ربنا والدعوه لعباده ربنا. لكن رغم كده ربنا ما ادلهمش الحق ان هم يستخدموا المكر والخداع ده. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيميز الرسل بالصدق والامانه. كان من اهم صفات الرسل ان هم ما بيخدعوش الناس، وكان عندهم صدق وامانه عاليه جدا مع الناس،
ما بيستغلوش الناس عشان يوصلوا لأهم وأنبل هدف في الحياة. عشان كده انتوا لازم تختاروا الطريق الصح مهما كانت التحديات. حتى لو كانت التحديات والحاجات اللي انتوا هتواجهوها أكبر بكتير، اختاروا الطريق الصح، لأن ربنا أكيد هيقف جنبكم وهيعوضكم كل خير عن الصبر اللي انتوا صبرتوه، وعن التحديات اللي انتوا واجهتوها، وعن صدقكم وأمانتكم. اعرفوا ان ربنا بيقف دايما مع الطريق الصح. خليكم متأكدين ان اختياركم للطريق الصح هو ده اللي هيسبب لكم التوفيق من ربنا، واكيد اكيد هيخلي حياتكم احلى. وبكده حلقتنا النهاردة تكون خلصت. انا غادة يسري ببرنامج الحياة حلوة. شكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.